في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. عاجل، الاتحاد الأفريقي يعلن زيادة الجائزة المالية للكونفدرالية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن رفع قيمة الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل إقامة المباراة النهائية للمسابقة غدا السبت. باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي كان قد كشف في وقت سابق عن زيادة المكافآت المالية الخاصة ببطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، دون الإعلان وقتها عن قيمة الجوائز المخصصة لأصحاب المركز الثاني. وأوضح الكاف في بيان رسمي أن بطل النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية سيحصل على مكافأة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار، بعدما كانت الجائزة تبلغ مليوني دولار فقط خلال الموسم الماضي، لتسجل زيادة بنسبة 100%. كما شهدت جائزة وصيف بطولة الكونفدرالية الإفريقية زيادة كبيرة هي الأخرى، حيث سيحصل صاحب المركز الثاني هذا الموسم على مليوني دولار أمريكي مقابل مليون دولار فقط في النسخة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 100%. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الاتحاد الإفريقي لتعزيز قوة البطولات القارية ورفع مستوى المنافسة. وتبقى كلمة أمل ودعابة: حلال على اتحاد العاصمة ال2 مليون دولار، وإحنا حلال علينا ال4 مليون دولار بإذن الله.